تحياتي لكم. اليوم أنا في جزيرة نيسيروس اليونانية، وهي طبعا يعني إحدى الجزر من آلاف الجزر اليونانية التي تقع في بحر إيجا الذي أيضا يقع بين تركيا وبين اليونان. هذه الجزيرة نيسيروس أتينا إليها بالمركب السياحي من جزيرة كوس. جزيرة نيسيروس هي جزيرة طبعا جبلية وعرة وذات صخور حادة. يعني عندما مشى بنا الباص السياحي أنت يعني تتوقع سقوط أي صخرة جبلية من فوق، لأنها يعني غير مثبتة أبدا. الحمد لله يعني لم يحدث شيء. ذهبنا من هذه الجزيرة بواسطة الباص إلى موقع صخري تم يعني تحويله من صخور إلى معادن، ويعني بطريقة مبتكرة جدا، وهم يفتخرون به. وقد عملوا منه موقع جذب سياحي والدخول إليه بواسطة أو بدفع 3 يورو لكل شخص. إذن هذه الجزيرة هي جزيرة تعيش أو تتعايش من المدخول السياحي من جزيرة كوس الرئيسية. الجزيرة كوس الرئيسية لا تبعد عن الحدود التركية، عن منطقة بودروم، سوى 8 كيلومترات فقط. طبعا هذه يعني واجهة فقط لهذه الجزيرة، ولكن خلفها يعني توجد طرق وعرة مثل ما قلنا، وامتداد ساحلي على بحر إيجا. إذن تحياتي لكم وشكرا لمتابعتكم لي. كما أود أن أضيف أن هذه المحلات التي تبيع التذكاريات هنا يعني ليست غالية أبدا. قطعة ممكن أن تكون بأيورو أو 2 أو حتى 3 إذا كانت كبيرة الحجم. وهم يفتخرون طبعا بتاريخهم القديم، تاريخ الرومان اليونان المقاتلين. وترى هناك يعني تذكارات لمقاتلين يونانيين أشداء بكامل لباسهم العسكري وأسلحتهم التي كانت مستخدمة هناك. إذن تحياتي لكم مرة أخرى. الآن نحن عائدون إلى جزيرة كوس بعد أن قمنا يعني جولة داخل هذه الجزيرة التي الآن فيها، وشاهدنا يعني مناظر جبلية وطرق يعني رئيسية وعرة ما بين الجبال، وأنت يعني فوق الجبل وترى الوادي تحت، فمناظر يعني عجيبة وغريبة. إذن سوف نتجه في هذا الاتجاه إلى جزيرة كوس. إذن تحياتي لكم وتحياتي لكل من يعجبه هذا الفيديو.